صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد معانا النهارده عن الصوره اللي كلكم سالتوني يا ترى خست قد ايه، يا ترى نزلت قد ايه. صوره قبل وبعد ما تابعنا مع بعض. الحاله دي من الحالات الجميله جدا والعزيزه جدا على قلبي. خسينا مع بعض رقم يعني يعتبر مش كبير قوي بالنسبه لي، بس بالنسبه لي انجاز معايا هو الريشيب اللي حصل في جسمها. واضح جدا المصاص اللي بدات تتكون، واضح جدا تناسق القوام. اول ما هصحى الصبح هاخد كوبايه ميه دافيه بمعلقه عسل ابيض، معاها نص ليمونه او كوبايه شاي اخضر ساده جدا من غير سكريات من غير اي حاجه، للناس اللي ما بتحبش تشرب ليمونه على الريق او بتخاف عشان مشكله المعده اللي عندها. انا هاخد كوبايه شاي اخضر على الريق، وبعد كده هقعد ساعه. خلال الساعه دي هعمل اي حاجه في بيتي. يعني لو ست البيت ممكن توضب شقتها بس بنشاط شويه، لو راجل مثلا ممكن ياخدها قبل ما ينزل مشوار الشغل ويتحرك النص ساعه او الساعه بتاعت الطريق اللي وصوله للشغل. المهم ان انا اشرب الحاجه السخنه، وبعد كده اعمل اي ايفورت او اي طاقه تطلع من جسمي بمعدل من 10 دقائق لربع ساعه. بعد كده هختار اوبشن من اللي انا كاتباهم لحضراتكم دلوقتي. هاخد بيضتين مسلوقين معاها طبق سلطه، هاخد فاكهه ما عدا الممنوعه باي كميه، هبقى فطوري فاكهه بس. هاخد كوبايه شوفان باللبن، هاخد كوبايه شاي بسكوت دايت او شوفان، 5 معالق شوفان او 5 بقسماطات. اخد 5 معالق فول معاها زيت زيتون. اخد قرص طعميه مع طبق سلطه. اخد قرص واحد طعميه، ويفضل تكون بيتي، بتنجان مشوي او مسلوق معاها طبق سلطه. تمام. نيجي بقى للغدا. هختار من الاختيارات دي وهاخد معاها نص رغيف. هختار اختيار من اللي جاي ده معاها نص رغيف. هاخد طبق فول بزيت زيتون مع طبق سلطه، شوربه خضار او خضار سوتيه، فاكهه متنوعه باي كميه. هاخد طبق شوربه عدس مع طبق سلطه. هاخد علبه تونه بدون زيت مع طبق سلطه. 7 صوابع محشي بخضره كتير، يعني الخضار فيها كتير مع طبق سلطه. مسقعه دايت باللحمه المفرومه او حتى لو من غير لحمه مفرومه وطبق سلطه. هاخد كباب حله اللي هو لحمه ني مسلوقه او معموله على الطاسه متشوحه من غير زيوت مع طبق سلطه ونص رغيف. 4 صوابع كفته مشويه وطبق سلطه زبادي بالخيار. ممكن اخد 4 معالق من الكشري مع طبق سلطه من غير عيش طبعا. هاخد بطاطس مهروسه مع طبق سلطه. الاوبشن هنا هيبقى رغيف سن او نص بلدي. الاسناك هيبقى هاخده ما بين الغدا والعشاء بعد الصيام 3 ساعات. هاخد ثمرتين من الفاكهه او كبشه مكسرات قد كف ايديكي او علبه زبادي بمعلقه قرفه واحده. العشاء هيبقى طبق فاكهه مسموحه من الفاكهه المسموحه بما يعادل 3 ثمرات بس من نوع فاكهه واحد، او هاخد علبتين زبادي معاهم عصره ليمونه. ودي طبعا الممنوعات بتاعتنا، مش محتاجين نتكلم. المعجنات والبشاميل والحاجات المقليه والسكريات الكتير، المايونيز والكاتشب والصوصات كلها، الشوكولاتات والبيبسي والعصائر المعلبه، زي ما قلنا السكريات والكيكات والحلويات، العنب والمانجا والتين بنقنن الكميات. النسكافيه المضاف ليه كريمر زي 3 in 1 و 2 in 1 كل ده ممنوع تماما. الموالح والحوادق الكتير، المكسرات الغير مملحه، العسل الاسود ممكن اخد معلقه واحده بس. طبعا محتاجين نشرب ميه كتير جدا قبل كل وجبه، واول ما اصحى من النوم، وبعد دخول كل حمام، بعد كل تمرين لازم اشرب ميه كتير قوي. ومحتاجين ننام على الاقل 8 ساعات. وهسيب لكم دلوقتي حبه وصفات حلوه جدا تستخدموها في الدايت، هتنفعكم كويس قوي قوي قوي. الوصفات دي من جروب المتابعات الاونلاين لناس زيكم خست معانا وصورت لنا الاكل. وبصراحه الاكل متنوع جدا، وتقدري تاخدي منه افكار كتير قوي قوي قوي، وتبعدي عن ملل وزهق الدايت والاكل الروتيني والمشوي والمسلوق. هتلاقي وصفات كتير قوي هتساعدك انك تخسي وتقدري تطبقيها. لو تحبي تبداي معانا يلا سيبي لنا كومنت بوزنك وطولك، وقولي لنا عايزه توصلي لهدف كام. لو حابه تدخلي في الجروبات الاونلاين متابعات اونلاين سيبي لنا كومنت واحنا نتواصل معاكي. يا رب دايما ابقى عند حسن ظنكم، ويا رب دايما تلاقوا عندنا كل جديد. دعواتكم معانا لايك وشير، ويبعتوا الفيديو لناس كتير قوي، وانا معاكم لاي سؤال. شكرا واشوفكم بالف خير.